السلام عليكم حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وباحسن حال يا رب. يخلي لي اياكم اللي ما اشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس لحتى يوصلوا كل اشي جديد. خليكم معي، راح اخذكم جولة في السوق اللي انا رحت له عند بيت اختي. زرت عند بيت اختي يومين وصورت لكم الاجواء عندهم، والسوق عندهم كتير حلو. كملوا الفيديو حبايبي للاخر وشوفوا الشغلات القديمة اللي صورتها والأكلات الطيبة القديمة والجديدة كمان، صورت كل شي. هون نحن كنا رايحين لعند الدكتور، فكانت الدنيا صبح وما كان في حدا بالشوارع. حبيت صور شوي، وبعدين بعد ما سجلنا دور نزلنا على السوق شوي، دورت شوي. قلت لصور لمتابعيني شوي السوق عندهم كيف يكون. هون السوق حبايبي بيكون لسه الصبح، لسه الدنيا صبح، ما في عجقة، ولسه المحلات كلها فاتحة. فهي بعد الساعة 10 بتلاقوا هالسوق مليان، ما في مكان تمشي أبدا. بتلاقيه مثل أزمة العيد، دائما دائما ما شاء الله كتير حلو، لأنه فيه شغلات جديدة وشغلات قديمة كمان. وهون حبيت صور كمان الفاكهة وكل شيء عندهم نظيف، وفي موديلات جديدة وموديلات قديمة، ومحلات جديدة محلات قديمة، في كل شيء. فحبيت صور لكم شوي السوق. وهون صورت كمان الموكيتات والصيفية والحصر كمان صورتهم. بصراحة الأسعار عندهم كتير رخيصة، وكل شي رخيص وكل شي حلو وكل شي أنيق. ونحن كنا رايحين على دكتور غدد. واللي حابب يعرف عنوانه أو أي شي، الدكتور كتير 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 شاطر وكتير عنده أزمة، يعني لدرجة إنه إذا بدك تروحي لعنده تسجلي شهر كامل لحتى يجيك الدور. إن شاء الله ما حدا منكم يحتاج الدكاترة يا رب. بس حابة أفيد إنه في كتير ناس بتدور على طبيب شاطر، سواء كان غدد، سواء كان سكري بيعالج، وبيعالج قصر القامة عند الأطفال، وبيعالج كتير مرضى، كتير أطفال عندهم نقص النمو، كتير بيتحسنوا على إيده. فعن تجربة عم بحكي لكم إنه هذا الدكتور هو لا دعاية ولا شي، بس هو لأنه كتير شاطر ولأنه كتير منيح، فأنا حابة إنه فيد الناس كمان.
وهون هذا المحل كتير كتير عنده شغلات ما شاء الله كتير كتير بتجنن وكتير حلوة. وكتير موضة جديدة. فكمان اللي ساكن بالشمال السوري أو سواء بسوريا عامة وحاب يزور هالمنطقة، فهذا المحل كتير كتير حلو وكتير أشياءه مشبه الغلا يعني اللي في المناطق التانية. عنا هون كل شي أرخص من المناطق التانية وربي يهدي الوضع وترجع سوريا أحسن من قبل يا رب. هون في تريات كتير كتير حلوة وكتير بتجنن، والمرايا الجديدة للصالونات كتير كانت بتجنن. كتير ما شاء الله ما شاء الله، إن شاء الله آية الرزق يا رب. هون كان المحل جنب الدكتور، فأنا حبيت صور وفيد متابعيني حبايبي. هون بعد ما خلصنا كل شي طبعا أكلنا، وقت اللي بعد التحاليل أكلنا وبعدين آخر شي هاي آخر شي كنا كنا إنه ناطرين التحاليل، فأخذنا معنا القيمة وطلعنا لعند الدكتور. هنيك أكلناها وبردنا شوي، وهاي بالرجعة حبايبي. حبايبي لا تنسوا تشتركوا في قناتي وتدعموني وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد، وشكرا لتعليقاتكم الحلوة مثلكم. سلام عليكم.